ها كلمت معاه؟ وهو يعني ما قالكيش؟ ولا جاب لي سيرة أي حاجة. اتكلمت معاه. وقال لك إيه؟ رفض. رفض ليه؟ احنا مش اتفقنا ان انا هسيب كل حاجة؟ امي كمان رفضت. رفضت ليه؟ روح اسأليهم يا هدى. واسألهم ليه؟ ما تقول لي انت. لا، انا بره. طلعيني بره قصة خلفتك دي خالص. ما خدش من وراها غير وجع الدماغ. انا كنت هخسر امي بسببك، وابويا كمان بيجي شاكك فيا. ما بقيش فاهم انا بدافع عنك كده ليه. يعني ايه؟ يعني خلاص انسى الموضوع ما فكرش فيه تاني؟ ايوه، نصيحة مني ليكي، عشان هما التنين لو حطوا يدهم في يد بعض وحطوكي في دماغهم. قولي على نفسك يا رحمن الرحيم. يا طه، ايه يا ولدي؟ تستخبى مني ولا ايه؟ مرت عمي عامله ايه؟ ايه يا واد؟ عامله ولا ايه؟ عملت ايه بس؟ اسأل روحك. انت تعرفي عنك ده برضو؟ انا اللي اعرفه عنك وعن تربية الحاج صالح والحاجة صالحة ليك انك واد ابن حلال ومتربي ببيت ناس أصلة، بس طلع كل اللي فاكراه غلط. ليه بس يا مرت عمي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك طلعت تربية شوارع. العيال اللي واقفين على النواصي دول احسن منك. ليه الغلط بس ده؟ الغلط بيجي من اللي بيغلطوا، وانت غلطت وغلط كبير. غلطت في الناس اللي بيتقال عليهم اهل بيتك. انا ما عملتش حاجه. انك تلوف على صفيه وتعشمها دي مش حاجه. انك تضايق اختها اللي بتحب اخوك وهم في اللفه دي مش حاجه. انك توجع بين اختين مالهمش غير بعض دي مش حاجه. قسما عظما يا طه، لو هوبت ناحيه بناتي تاني لا تكون فضيحتك بجلاشل، مش في وسط امك واخواتك بس، لا في وسط البلد كلها. ماشي يا مرت عمي، ماشي. ايه الرضا ده كله؟ هو انت لسه شفتي رضا؟ اخد النص التاني من المبلغ وهصيرك من ساسك لراسك. دي الارض بانها هتطلع قماش. قصدك هتطلع دهب؟ دهب عمر ما مخلوق شافه. دي ارض السعد بقى. أرض السعد يا وش السعد والهنا. هتلر وبعدين بقى. يا ودود الهنا مشتاق لك أنا. الكلام اللي سمعته ده صح؟ عايزة تمشي؟ يا زين، كنت عايزه امشي. طب ده انا اسميها ايه دي؟ ما ملهاش معنى غير انها قلة اصل. عايزة تسيبي جوزك في ظروف زي دي وتمشي؟ جوزي ما ادانيش فرصه ان انا اقف جنبه في ظروف زي دي. لا، اسمها جوزي بعدني عن المشاكل عشان مش عايز يعكنن عليا. اشغلني بمشاكلك، اتعبني وضايقني، بس ما تسيبنيش كده لوحدي مش فاهمه حاجه. انا غلطان، عايز اريحك ومش عايز اشغلك بمشاكلي. انت هتريحني لما ما تسيبنيش لوحدي مش فاهمه حاجه. هتريحني لما ما احسش طول الوقت انك غامض ومريب ومخبي عني حاجات انا ما اعرفهاش. الله يهديك يا فاروز، انا مش متحمل الكلام ده دلوقتي. انا في ايه ولا في ايه؟ الست العاقله اللي تستحمل جوزها في الظروف دي. الحياه يوم حلو ويوم مر، وانت شفت معايا الحلو استحمل شويه مر. العواف. دي يا ابويا يزعل. ما تخافش، مش هنقول. وانا خاف من ايه عاد؟ وانت تداري عليه ليه؟ عشان لا يزعل مني ولا منك. يزعل مني أنا ليه؟
ازعل منك انت. احنا هنضيع الوقت في المكان الجميل ده عشان مين زعل ومين ما زعلش. بس تصدق عندك حق تبقى هنا، المكان ملوكي. ما برتاحش غير هنا. شكلك راجل رومانسي. رومانسي كيف يعني؟ طب ده انا حتى اسمي مسعد. وماله مسعد؟ ده مسعد ده من الساعة. عمرك حبيت؟ حبيت طبعا. مين؟ نفسي. حبيتش غير نفسي، وعمري ما حبيت غير نفسي. ده مش حب، دي أنانية. مدام مريحاني المشكلة. يعني عمر ما واحدة كده شغلتك وكلت دماغك يعني؟ ما بديش لحد فرصة. هما بيعرفون الغرض واحد بس، وانا كمان بعرفهم الغرض واحد. طب الغرض الأول وعرف منين؟ الغرض التاني ده إيه؟ الفلوس. هما بيعرفوني عشان فلوسي، وانا بعرفهم عشان اتبسط. واللي يضحكك انهم بيتضايقوا، بيقولوا ما بتبصش ليه على عقلنا وقلبنا. دي لا مؤاخذة نسوان واطية قوي. وقلت لهم إيه؟ بقول لهم ان ما تبصش غير على محفظتي، ما بصش غير على جسمها. طب واللي تبص على قلبك؟ ما قبلتهاش، ولو كنت قبلتها اكيد ما ادتلهاش فرصه. انتي عمرك حبيتي؟ وما تقوليليش ابويا عشان مش هصدقك. أنا لحد دلوقتي عمري ما حبيت، بس شكلي كده هحب. مين يا وليه؟ يا ولدي انت من الصعيد، إلكم عاداتكم وتقاليدكم اللي الزمن ما قدر يغيرها، صح؟ صح. كمل يا عمي. احنا كمان لينا عاداتنا وتقاليدنا، نجوز بناتنا من عنا. الكلام هذا في شيء يزعل؟ ايوه في شيء يزعل. ليش يا حد الظابط؟ اقول لك ليش. عشان في عادات وتقاليد ضد الشرع اللي ربنا محلله يا عم الشيخ. زي الطار عندنا لما بناخده بيدنا وفي حكومه وبوليس ونيابه نبقى ضد الشرع ونبقى عبيد للتقاليد دي. وانا جاي اخبط على بابك تردني. بص يا عم الشيخ، الواحد مننا لما دمه بيسيح على الرمل عشان خاطر بلدنا ما بيفرقش ده دم مسلم ولا مسيحي ولا صعيدي ولا من بحري ولا سيناوي حتى. صح يا عم الشيخ؟ صح يا ولدي. طيب اديني مهلة افكر واسأل عنك واشور.